عليه. أرحب بكوكبة من المختصين والمهتمين والفاعلين في المسرح الخليجي أعظم ترحيب. وأبدأ في هذا اللقاء مع الدكتورة نرمين يوسف الحوطي من دولة الكويت. قبل أن تبدأ الدكتورة نرمين في طرح ورقتها العلمية، سأتحدث باقتضاب شديد عن سيرتها الذاتية. الدكتورة نرمين أستاذ مشارك في قسم النقد والأدب المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية في وزارة التعليم العالي بالكويت، وهي في الحقيقة لديها عضوية في مجالات كثيرة ويعني أماكن كثيرة وجمعيات كثيرة. أذكر منها فقط هي عضو في رابطة الأدباء الكويتية من 2004 إلى الآن، وهي عضو في النقابة العامة لاتحاد الكتاب في جمهورية مصر العربية من 2010 عفوا إلى الآن. هي عضو أيضا في جمعية الصحفيين. هي أيضا كاتبة مقال في جريدة الأنباء الكويتية. هي كاتبة مقال أيضا في كويت تايمز إلى الآن. أيضا شاركت في كثير من المناسبات العلمية والعملية، فهي عضو لجنة تحكيم مهرجان الشباب والرياضة. هي أيضا عضو لجنة إيجاز النصوص في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. هي أيضا كانت مساعد مخرج لمسرحية جمهورية الموز في مهرجان القرين. هي أيضا تعد برامج تلفزيونية كثيرة. لديها صراحة ما شاء الله سيرة ذاتية متميزة في الانتقال، في التنقل بين المسرح والإذاعة والتدريب والمهرجانات والجمعيات. سيرة حافلة كثيرا. ويهمني أيضا أن أذكر في هذا السياق أنها أيضا محكم لدى الجمعية الكويتية للتقدم بالطفولة العربية أو تقدم الطفولة العربية. شاركت في تحكيم الكثير من البحوث والكتابات العلمية. ألفت وأيضا بحثت مواضيع كثيرة، منها لديها كتاب التوظيف الإعلامي في المسرح الكويتي. لديها أيضا قصص للأطفال بعنوان حكايات جدتي، أبحاث أدبية في مجلة البيان لرابطة الأدباء الكويتية. أيضا لديها بحث عن في مسرح العصور الوسطى بين الانحدار والازدهار، نشر في مجلة الفكرة والإبداع. لديها أيضا كتاب المرأة في مسرح إسماعيل عبد الله، صدر عن دار الإضاءات أيضا في جمهورية مصر العربية. المضمون الفكري في النص المسرحي الحسيني بين الواقعة والتجسيد، ربع قرن في الصحافة الكويتية، مقالات نقدية كثيرة. يعني ما شاء الله سيرة ذاتية مليئة مختصة في مجال المسرح. لذلك يعني نحن اليوم نستضيف حقيقة قامة اهتمت كثيرا بالمسرح الخليجي، وكان لديها ولها بصمة كبيرة في هذا المسرح. نود الآن أن نسمع من الدكتورة نرمين عن إن شاء الله عنوان الورقة ستكون عن تجليات اللغة العربية في الفضاء المسرحي الخليجي، المسرح الكويتي أنموذجا. فستطرح لنا في هذه الورشة الكثير والكثير عن الأسئلة التي طرحناها في مقدمة هذه الحلقة. فدكتورة نرمين أهلا وسهلا بك. أترك الآن مجال التقديم لك لتقديم ورقتك إن شاء الله والاستماع إلى مضمونها الثري بإذن الله. تفضلي دكتورة. أول شيء صباح الخير على كل مستمعينا، وكل الشكر على هذه التقديمة من أستاذة سمية، والشكر خاص لجميع القائمين في المركز والأمانة العامة على هذه الندوة والتركيز على اللغة العربية، لأنه موضوع شيق وشائق يعني ننادي فيه من زمانات إثراء اللغة العربية وبالأخص في مسرحنا. بداية، تعد اللغة العربية عنصر أساسي في بناء العمل المسرحي والعمود الفقري للمسرح العربي، فهي ليست مجرد وسيلة للتواصل تقتصر وظيفتها على النقل الحوار بين الشخصيات، بل تتجاوز ذلك لتشكل وعاء الهوية وأداة التعبير الأعمق الجمالية والتعبيرية عن الوجدان العربي والقومي.
لتسهم في تشكيل الرؤية الفنية للنص المسرحي. كما تبرز اللغة العربية أهمية اللغة في المسرح من خلال قدرتها الفائقة على تجسيد الصراع الدرامي، حيث تمنح النص قوة أدبية ترفع من شأن العرض المسرحي وتحوله من مجرد ترفيه إلى رسالة فكرية سامية. اعتمد المسرح العربي منذ نشأته على اللغة العربية الفصحى بوصفها لغة موحدة قادرة على إيصال الفكرة إلى جمهور واسع، كما أنها تحمل طابعا رسميا ينسجم مع الموضوعات الجادة والتاريخية. غير أن تطور المسرح العربي أدى إلى تنويع استخدام اللغة، حيث ظهرت اللهجات العامية إلى جانب الفصحى، خاصة في المسرحيات ذات الطابع الاجتماعي والكوميدي. وقد أسهم هذا التوظيف في تقريب العمل المسرحي من الجمهور، وجعل الشخصيات أكثر واقعية وحيوية، إذ تعكس اللهجة طبيعة البيئة والانتماء الاجتماعي للشخصيات. كما أن اللغة في المسرح لا تستخدم فقط في الحوار، بل تشمل أيضا الإيقاع والصور البلاغية والأساليب الإنشائية التي تضفى على النص بعدا جماليا. فاختيار الألفاظ وتكرار العبارات واستخدام المجاز كلها عناصر تعزز التأثير العاطفي والفكري لدى المتلقي. إضافة إلى ذلك تسهم اللغة في إبراز الصراع الدرامي، حيث يمكن من خلال اختلاف المستويات اللغة بين الشخصيات الكشف عن التباين في الثقافة أو الطبقة الاجتماعية، مما يعمق فهم المتلقي للأحداث. كما تستخدم اللغة أحيانا كرمز أو وسيلة لإيحاء، خاصة في المسرح الحديث الذي يميل إلى التكثيف والدلالة الغير مباشرة. إن توظيف اللغة العربية في المسرح يعد عنصرا محوريا في نجاح العمل المسرحي، إذ تجمع بين الوظيفة التواصلية والجمالية، وتسهم أيضا في نقل الأفكار والمشاعر. ومع استمرار تطور المسرح يبقى التوازن بين الفصحى والعامية، وبين البساطة والبلاغة، تحديا إبداعيا يواجه الكتاب والمخرجين على حد سواء. مستويات اللغة وتأثيرها الدرامي. تتنوع مستويات اللغة في المسرح ما بين الفصحى والعامية، ولكل منها دور حيوي. فاللغة الفصحية تمنح المسرح طابعا جادا وملحميا، وهي الأنسب للمسرحيات التاريخية والتراجيدية، حيث تضفي هيبة ومصداقية على الشخصيات الأسطورية والقيادية. العامية تقرب المسافة بين خشبة المسرح والجمهور، وتعبر بصدق عن يوميات الإنسان البسيط وهمومه الاجتماعية، مما يخلق حالة من الألفة المسرحية. اللغة كعنصر جمالي وبنيوي. لا تقتصر أهمية اللغة على نطق فقط، بل تمتد لتكون عنصرا جماليا يساهم في رسم الشخصيات، يكشف مستوى لغة الشخصية عن خلفيتها الثقافية والطبقية. الإيقاع المسرحي تساهم مخارج الحروف العربية وجرس الكلمات في ضبط الإيقاع العرض وتوجيه مشاعر المتلقي. الرمزية والإيحاءات. تتميز العربية بغزارة المترادفات، مما يتيح للمؤلف المسرحي استغلال الاستعارات والكنايات لتمرير رسائل سياسية أو فلسفية مبطنة. إن المسرح الذي يعتني بلغته هو مسرح حي وقادر على البقاء. فالمسرح في جوهره هو فن للكلمة قبل أن يكون فن للحركة، واللغة العربية بما تمتلكه من مرونة وبلاغة تظل هي المحرك الأساسي الذي يبعث الروح في النصوص فوق خشبة المسرح.
الإرهاصات التاريخية لتطور لغة الحوار من مارون النقاش إلى كتاب المسرح المعاصر. يعد تطور لغة الحوار في المسرح العربي من أبرز المؤشرات على تحول هذا الفن وتفاعله مع الواقع الثقافي والاجتماعي، إذ انتقلت اللغة المسرحية من نمط تقليدي متأثر بالتراث إلى الأشكال أكثر تنوعاً ومرونة. ويمكن تتبع هذا التطور منذ البدايات مع مارون النقاش وصولاً إلى كتاب المسرح المعاصر، الذين أعادوا تشكيل اللغة وفق رؤى جديدة. اتسمت لغة الحوار في مرحلة مارون النقاش بالطبع الفصيح الممزوج أحياناً بالسجع والتأثر بالأساليب التراثية، نظراً لارتباط المسرح في بداياته بالمقامات والبلاغات العربية الكلاسيكية، إضافة إلى تأثره بالمسرح الأوروبي، خاصة من حيث البناء الفني. وكانت اللغة آنذاك تميل إلى الخطابة والوعظ، حيث لم تكن الواقعية قد ترسخت بعد في الكتابة المسرحية. ومع تطور المسرح العربي برزت أسماء مثل توفيق الحكيم، الذي أحدث نقلة نوعية في لغة الحوار، حيث اتجه إلى تبسيط الفصحى وتخليصها من الزخرف البلاغي مع الحفاظ على فصاحتها، وقدم ما يعرف باللغة الثالثة أو الوسطى، التي تجمع بين وضوح العامية ورصانة الفصحى، مما جعل الحوار أكثر سلاسة وقربا من المتلقي، خاصة في المسرح الذهني. ثم جاءت أكثر انفتاحا مع كتاب مثل يوسف إدريس وسعد الله والنوس، حيث اتجهت اللغة نحو الواقعية بشكل أكبر، فتم توظيف العامية أو الفصحى المبسطة بما يتناسب مع طبيعة الشخصيات والبيئات الاجتماعية، وأصبح الحوار أكثر حيوية وصدقا، يعكس نبض الشارع ويعبر عن قضاياه بعيدا عن التكلف اللغوي. وفي المسرح المعاصر ازداد تنوع لغة الحوار، حيث لم يعد الكاتب ملتزما بنمط لغوي واحد، بل أصبح يمزج بين المستويات متعددة، ويوظف الصمت والتكرار والرمز واللغات الأجنبية أحيانا في إطار تجريبي يسعى إلى كسر القوالب التقليدية. كما أصبحت اللغة أكثر تكثيفاً، تميل إلى إيحاء بدل التصريح وتعتمد على المتلقي في استكمال المعنى. وهكذا يتضح أن لغة الحوار في المسرح العربي قد شهدت مساراً تطورياً غنياً، انتقلت فيه من الفصاحة التقليدية إلى التنوع والتجريب، متأثرة بتحولات المجتمع والفكر، وبذلك أصبحت اللغة عنصراً ديناميكياً يعكس روح العصر، ويسهم في تجديد الخطاب المسرحي وتوسيع آفاقه الإبداعية. بنتقل في ورقتي عشان أبي لأنها مطولة يعني أستاذة سمية، فبدش توظيف اللغة العربية في المسرح الخليجي. يعد المسرح الخليجي أحد أبرز الأشكال التعبير الفني في منطقة الخليج العربي، وقد شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداياته في منتصف القرن العشرين، سواء على مستوى الموضوعات أو التقنيات أو الأداء. وتعد اللغة العربية بمستوياتها المختلفة الفصحى والعامية عنصراً محورياً في تشكيل الهوية المسرحية الخليجية حيث لعبت دوراً أساسياً في بناء الخطاب الدرامي وإيصال الرسائل الاجتماعية والثقافية للجمهور. لقد ارتبط